نعم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ربنا يبارك في عمرك يا ام ويطول في عمرك ويديك الصحه ويخلي لك نور عينك وتفرح بحجك. صلى على النبي. مش شايفه حاجه، انت تلقاها ما تقول ما تحكوا مع روح. خالتي هديه. جيت الحين اصلي العشاء. هاي انت تمشي على طول على الصالح، ايوه نلعب جيم. تفطر وتروح على الصالح. هي ندمت عليها، هي القربة دي ما نعمل ايه؟ هي ده. ايه يا عبود الخاض ده؟ احنا هنا بنعلق ايه القربة. صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واول فيديو لينا في خض القربة على قناتنا، قناة بنت الريف. ان شاء الله باذن الله هنخض معاكم القربة كده، بس صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واذكروا الله. ما تنسوش تشجعونا وما تنسوش تدعوا لاخواتنا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان. ربنا ينصرهم نصر عزيز مقتدر ويصلح حالنا وحال الجميع وينجح اولادنا واولاد المسلمين اجمعين. علقنا القربة هنبتدي ننفخها ونخضها. بص معلقة فين؟ احنا مش لاقيين 3 عصا الصراحة ومش عارفين نعلقها فين، فعلقناها جنب في الزاوية بيننا وبين الجيران. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنخض القربة هنا جنب الطيور، وهنا كنا هنا بدأنا ننفخ القربة وهنخضها. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب كده النفس بتاع خض القربة يكون وصل لكم عشان احنا سجلنا بقماشة. لا على التليفون ده صوته عالي، ما يجيب اي دقة نملة ان شاء الله باذن الله كده تحت المترو. يعني ان شاء الله باذن الله يبقوا سامعين الصوت. بص القربة دي كنا بنخض بها في القناة التانية، وطبعا في ناس دخلت في القناة الجديدة وقالت يا ام عمر عايزين فيديوهات خض القربة وعايزينها يكون في مكان واسع كده وعلى ال3 عصي وتكونوا ظاهرين والكلام ده. بص النهارده ان شاء الله باذن الله نخضها لكم كده في معلقة في جنب الحيطة، وبعد كده ان شاء الله ربنا كرمنا اما دار هنحلكها لكم في الباب ودار في السلم عندنا ان شاء الله. وهنا ونجيب وان شاء الله باذن الله نجيب دار تاني ايه 3 القربة لقيناها مخرومة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. القربة بعد ما نفخناها فشت اتنقدت عايزة صورة تاني. بص هنا القربة زي ما قلت لكم كده لقيناها مخرومة، هنعمل لها عقدة يعني حاجة تخليها متنفس. بصوا هنا بيعمل ايه، بتجيب الحتة اللي هي فيها بص الحتة المنقودة فيها، الحتة دي منقودة ومطلع لها. بص حطيت لها قماشة من جوه وهتربطها الحتة دي. بص مخرومة باينة. بص حتى القماشة اللي حطيناها باينة من جوه. هتربطها كده وتعملها صورة وان شاء الله باذن الله تنفع معنا وتصلح حال ربنا ونخض دينا من بدري. القماشة وما تربطها بقيت عاملة زي الصورة. بص اللكلوكة دي هي صورة فيها دين بقى فيها تفلون كوتيه. ستار. يا ريت تشجعونا وتدعمونا كده عشان ده صيام ومش على قد خض القربة بس، دم لسه وطلعت على خض القربة ماشي. بس هي يعني في الصيام ده المفروض اللي تقدروا التعب اللي هو اياه الواحد متعب حتى في خض القربة بس وفي التصوير وفي الكلام ده كله. لسه كمان المونتاج يا جماعة، فيا ريت يا ريت كده يا رب يصلح الحال ربنا وتقدر. بص لما ابتدت تتربط ربطتين، بص الفلونكوتات اللي جاي من الجنب دول فخليتها تحس ان هي قصرت، كانت طويلة شوية عن كده لمت شوية بالجلد. يا رب اصلح حالها ونعرف نخوضها يا رب. كانت عايزة حاجة تقشطها برا من برا، كنت تمسح بها الماء وتقشطيها. بص نقطت مية تحتها، هي لسه ما عملناش حاجة ونقطت مية اصل هي بقت خفيفة. وش الحاجة السوداء اللي على مبارة دي الربيعة ولا الايه ده؟ في ناس بتمسك سكينة ومعلقة وتقشطها. وفي ناس اما تعملها يعني لو حتى لو قشاية كده خشنة عشان السكينة ما تجرحهاش، اما يعملوها بظهر السكينة مش ببطن. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
بص اصل احنا العوصي بس اللي هي مجاز بعضها، مش لاقيين هنا عوصي، احنا ما لقيناش غير واحده. العيال خدوا منها العصير. وبعد كده هوتي زجلتنا احنا هنا، ما رضيش ياخدها الدار اللي فاتت وقعدت. ولا عارفه فين نروح تدور عليه. احمد جه خد زجلتكم من عندنا. بجرافنا وكتان زي البنات. امم صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واذكروا اللي الا بذكر الله تطمئن القلوب. وما تنسوش كده وتشجعونا وتدعمونا كده علشان الفيديو ينتشر. هو اي نعم الفيديو اللايك ده مش هيغرمك حاجه ولا هيكهرب مجالات، في ناس يعني بتقول لك الفيديو ده مش هيكهرب اللايك يعني، بس يخلي غيرك يشوف الفيديو يقترح ان انت عامله له لايك وعامله له اشتراك. لو اول مره تشوف قناتنا يسعدني ويشرفني انت تشترك في القناه. قناتنا قناه ريف، وان شاء الله باذن الله هننزل على طول خض الجربه كده باذن الله. هيجي خض الحامض وهنعمل كشك لبن، وان شاء الله باذن الله حتى كل اسبوع ننزل لكم خض. حتى كل اسبوع كده نقدر ننزل لكم فيديو عن خض الجربه. بس يا ريت كده ان شاء الله باذن الله لما تخشوا القناه بتاعتنا تاخدوا جوله فيها، يعني تشوفوا الحليب وشافوا الخض وشافوا نزلنا العشل بالتاء وتتفرجوا يعني على وفيديوهات خيال. فان شاء الله باذن الله كده عشان القناه تكبر بكم وليكم، ولو اول مره تخش القناه وما اشتركتش تشترك. وهنقول لكم ايه الفرق بين الخض بتاع الشتاء وخض الصيف، علشان ده اول فيديو عندنا على القناه، فاحنا لسه ما شرحنا لكمش اي حاجه عن الخض. يعني ممكن اي حد داخل جديد فمش عارف اي حاجه عن الخض، فالنهارده هنشرح لكم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده بص، اول ما تطلع الحراره يعني الناس هتبتدي تروب من اول رمضان وبعد رمضان. الترويب ده ايه يعني؟ بنجيب اللبن بتسيبيه كام يوم كده بعد عن التلاجة، وتحط له حبه ملح، وبعد كده تسيبيه هتلقيه تخن معاك، هتخضيه سواء في الجرب او في الخضار. ده الترويب بتاعنا. في ناس تانية عاد بتحب تروب، بتجيب الكشك اللي هو الصعيدي اللي هو في الشكاره عندنا هنا كده، بتجيب حبيتين كشك وتروح بلاهم مبوشاهم قوي، وتروح هي حطاهم في شويه ميه يعني، وبعد كده تاخد الميه بس بتاعتهم تصفيها، وتروح مروب عليها اللبن. اول ما تصفي الميه بتاعه اللبن الحامض اللي هي كانت في الكشك دي، هي اللي بتخلي اللبن يروب معاك بسرعه. طول ما تعمل لبن في الفرازه ما تغلفيش الترويج. اللبن اللي في الفرازه يا جماعه احنا ما ناخد اللبن نفسه ننفح فيه، اما اللي هم القشطه ده هو ده اللي بيبقى لبن رايب، ما تقعد كام يوم يعني لما تلم عليها كذا قشطه يعني كذا خضه، فهو ده اللي بيروب معاك اللبن. فحتى الروابة الكشك بتلقى عندك لبن رايب او لبن قاطع. او عندنا لو واحده مثلا روبت لبن قبليكي وانت هتروبي، ممكن تاخدي منها كوبايه رايبه وتحطيها على لبنك تخليه يروب، ولو سبتيه والله يعني كام يوم هيروب معاك وحده. شويه ملح في اللبنات مثلا واخداهم في جردل زي كده ومحوشاهم بتاع 3 ايام ولا حاجه، تروح يكب عليهم حفنة ملح بتاع الخشن ده، الملح الرشيد الابيض، وتسيبيه لحد ما تروب معاك كويس وتخضيها سواء على الخضاضه او على الجرد. بس كده التروب سهل قوي. لكن في ساعة ما يحب التروب العادم عادم ازاي يعني ما تحطلوش ملح واصل. انت هتجرب اول دور تروب ودار حادق ودار عادم. نفع معاك الحادق يبقى البقرة دي هتيجي معاك على الحادق. نفع معاك عادم، انا عن نفسي السنة اللي فاتت بقرتنا كنا بنروبها حادق ما تطلعش سام، يعني ما تخضش معاكي وتطلع سام. لو روبتها عادمة يعني زي اللبن الحليب كده تسيبيه لما يقطع معاكي، او زي اللبن لما يروب كده يقعد بعد عن التلاجة زي اللبن اللي هيبقى هيخسر يعني، فبيقطع معاكي بيبقى شكله كده يتخن معاكي زي اللبن القطع او اللبن اللي هو ده بنقول عليه احنا عندنا لبن رايب. في ناس بتقول عليه لبن قاطع، وفي ناس بتقول عليه ان هو لبن شكل يعني بيجي تخن شويه، فهو ده الترويب. سواء في بقرة تحب تحط لها حفنتين ملح في اللبن اللي انت محوشاه بتاع مثلا يومين ولا 3 وهتخضيهم، وفي بقرة ما نحطط لها ملح ما تطلعش سام. فانت على حسب هتجرب بقرتك اول خضة تحط شوية ملح. هو انسان بيقولوا له بدخلك مثلا عازمكم على الفطار شفاية روح ولا لا؟ قولوا بدخالك عازمينك على الفطار روح افطر. رمضان كريم كل سنة طيبين. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، ويجعلوا عام سعيد علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين، وربنا يجعله عام مليء بالخير واليمن والبركات، ويصلح حالنا وحال الجميع، آمين يا رب العالمين.
احنا كده يا جماعه قلنا لكم في الفيديو ازاي بنروب اللبن سواء بملح او من غير ملح، وقلنا لكم اللبن اللي بيتعمل في الفرازه بننفح فيه على طول، يعني بنحط منفعه. في ناس بتقول احنا بنعمل لبن من غير منفعه، احنا عندنا بنعمله بمنفعه، لانك لو ما عملتوش زي المنفعه بيبقى زي القريش اللي احنا بنعمل، بيبقى اسمه جبن قريش، لكن احنا بنحبها جبنه طريه بالمنفعه بتبقى حلوه قوي. هي لها مقدار المنفعه، مش تتحطه بس يعني. جليتها الربع بتاع الجوز. اللهم صل على النبي. بص فشيناها وهنشوفها ربة الريمة كده، واستنى كده هذا لما تجوز شايفة ابتدت تسامن. بصوا يا جماعة طلع حتة على الكيم هي عايزة الصف. اها شايفة السمنة اها. اصل التليفون متجيبها قوي، لا بس جاتها. شايفين صلاة النبي احسن. الله كنا مستنيين السمنة تطلع. زي كامل قال ام عمر ما ادتنيش الفيديو اللي فات. هنا ما نصفي اللبن، بصوا مسدة عشان ما ينزلش اللي هو الخيار بتاع اللبن ما ينزلش على طول، عشان يقعد جوه بعد كده اهوت لما تروح لماه حته واحده. الحركه دي يا جماعه ما قلنا لكمش الحركه بركه، الحركه دي عشان السمنه تتلم على بعضيها جوه لما ترك القربه ما تروح لام على بعضيها. اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ربنا يبارك في عمرك يا ام ويطول في عمرك ويديك الصحه ويخلي لك نور عينك وتفرح بحجك. صلى على النبي. مش شايفه حاجه انت تلقاها ما تقول ما تحكي مع روح. خلت هديه واحمد طلع ولما الهدوء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا النبي. لا لسه في الكليه رنتوا عليها في الطريق. استرها يا رب. صلى على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك. ها خض القرب يا شباب، ثمرة 3-4 ايام. ايوه ده على بات ما ربوا بقول علية السبوع. ايوه علية السبوع يا شباب. اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله. تسلم ايدك يا ام احمد. ربنا يديك الصحة ويبارك في عمرك ويطول عمرك ويبارك في عمر أمهات المسلمين أجمعين، واللي أمه متوفية ربنا يرحمها ويصبر قلوبهم ويجعلهم من أهل الجنة ويبارك.